لا 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 انصحكم اصحاب القلوب الضعيفه لا حد يشاهد هذا الفيديو. اليوم محمد عثمان سجل هدف تقريبا من نص الملعب مع ناديه لانفون واريور بالمباراه اللي انتهت بخساره فريق محمد عثمان ب3-1. الهدف الوحيد اللي سجله لانفون واريور بتوقيع لاعبنا محمد عثمان، ولكن اي هدف والله هدف جميل جدا راح تشوفونه وراح اعرضه. ولكن قبل ما نعرض هدف محمد عثمان ما ننسى الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للمعلومية الهدف ما صار له دقائق فقط وانا نزلت لكم الهدف بسرعة. الكرة كانت عند لاعب لانفون، اعطاها لمحمد عثمان، هيئها وسدد. بوم قذيفة عثمانية من لاعبنا محمد عثمان من قريب نص الملعب، أسكنها بشباك الخصم. يا عفو الله، لا إله إلا الله، والله العظيم هدف جميل جدا رائع الواحد يفتخر به ويفتخر أنه سجله لاعبنا محمد عثمان. للأسف نادي محمد عثمان حاليا مرتبته الثالث، ولكن الثالث من جوا ويعاني من الهبوط، ولكن هو أكثر فريق من الثلاثة اللي راح ينزلون من الدوري الممتاز التايلندي إلى الدوري الدرجة الأولى عنده أمل بالبقاء في الدوري الممتاز، لأنه هو الثالث من جوا مثل ما قلت لكم ومبين عليكم على الشاشة وين ترتيب نادي محمد عثمان. لكن هذا الهدف هدف رائع من لاعبنا الدولي محمد عثمان. طبعا محمد عثمان كان بديل بهاي المباراة بسبب الإصابة اللي تكلمنا عنها، وأتى من خلالها إلى معسكر منتخبنا بالإمارات ورجع على تايلاند. ولكن بعد أن دخل كبديل بالشوط الثاني محمد عثمان سدد هذه الصاروخية الجميلة. لا تنسى اللايك والاشتراك مشان يصلك كل أهداف لاعبين منتخبنا. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.